لسعد الشابي. كما قال وليد الركراكي: الأهم في عالم كرة القدم هو تحقيق النتائج وليس تقديم الأداء، ولكي يتجاوز فريق الرجاء الرياضي أزمته المادية عليه حصد الألقاب والتي تتحقق بالانتصارات وليس الأداء. الريال هيمن في السنوات الأخيرة على دوري أبطال أوروبا بالكرة الواقعية وليس الأداء. عندما يلتقط تصريح المدرب بغباء من طرف من تتلمذوا وتمدرسوا وتخصصوا في المجال الصحفي. تصريح المدرب لسعد جردة الشابي فيه عتاب أكثر مما هو تكريس لتصريح المدرب الراي، لأن الحقيقة ليست أنه يوافقه الرأي، وإنما هو أن الرجل لديه كل الوسائل الكروية والمناخية واللوجستية والتنظيمية ليكون في قمة القارة الإفريقية والسطوع عالمياً. عكس لسعد جردة الشابي الذي أتى وأعاد بعث الفريق من الخراب الذي كان فيه بدون توفر وسائل كبيرة، أو على الأقل تضمن ما يسمى ستريكت مينيمم، لأجل تحقيق النتائج الحالية من تنصيبه على رأس العارضة التقنية للرجاء. 8 مقابلات، 5 انتصارات، 3 تعادلات، 0 خسارة، بأقل من التركيبة التي بدأنا بها: بوزوق، زريدة، رياض، زرهوني، مبارك، مقدم. تخيل عزيزي الرجاوي لو أنه كان لك مكتب قرر فقط الحفاظ على هؤلاء، وكان الشابي مع الفريق وإضافة المشخشخ وعلام ولفتح والدح ورحيمي ومعموري بدون التوقيع للوافدين الجدد، حيت ببساطة بدون إضافة. النتيجة كانت غد تكون أحسن من الحالي بكثير، وعلى الأقل كنا نكون في الرتبة الثانية بسهولة، وما نكونوش خسرنا فلوس وقدرنا نحافظ على فريق ضربنا به دوبلي، وما نكونوش خارجين من العصبة. ولكن الخير فيما اختاره الله. نتمنى ما يتعاود نفس الخطأ، ونتمنى أنه نكون بدينا كنفكر للعام جاي. إلى اللقاء.